تخيل إنك بتتعرف على حد جديد، كل حاجة ماشية تمام لحد ما تلاحظ حاجة غريبة. هو بيتكلم عن نفسه طول الوقت، أنا عملت، أنا سويت، أنا مختلف عن الباقيين. وطول ما أنت معاه بتحس إنك في برنامج عن حياته هو، مش حياتك أنت. فتقول في بالك أكيد نرجسي. بس استنى، العلامة دي بالذات مش كفاية. ممكن تكون وقعت في فخ تاني، فخ النرجسي المؤقت. في نوعين، نرجسي مؤقت ونرجسي حقيقي. وده اللي هنفهمه النهاردة في بروفة حياة، عشان ما تقعش في اللعبة دي من أول أسبوع. ده الشخص اللي دايماً بيستعرض نفسه، بيتكلم كتير عن إنجازاته، شكله، شغله، بس جواه طفل صغير جعان تصفيق، محتاج يسمع برافو، محتاج الناس تحبه. علشان كده بيبالغ، بيزود، بيحاول يثبت إنه الأفضل. النوع ده عنده 3 علامات واضحة. بيتكلم أكتر ما بيعمل، كلامه كله عن أنا أنا أنا، بس أفعاله قليلة جدا. كل حاجة عنده مبالغ فيها، والنتيجة إيه؟ بيحسسك إنك أقل، بس هو في الحقيقة بيحاول يخبي خوفه من إنه مش كفاية. ما بيستحملش النقد، مجرد كلمة بسيطة تخليه يدافع عن نفسه كأنه في معركة. بس خد بالك، هو مش بيكرهك، هو بس مش واثق في نفسه كفاية. ممكن تلمح له فيه ندم لو زودها، لو حس إنه غلط ممكن يرجع يعتذر حتى لو مرة. وده بيديك علامة مهمة، جواه ضمير بس لسه مش بيعرف يستخدمه صح. النرجسي المؤقت مش الخطر الأكبر، هو شخص محتاج حب واتزان أكتر، ولو لقى ده فعلا ممكن تتعايش معاه وممكن يتحسن. أما النوع التاني، النرجسي الحقيقي، ده بقى اللي بنسميه المدمر. ده مش مجرد تصرفات، دي شخصية مضطربة فعلا. بيشوف الناس على إنها أدوات، مصادر طاقة بيشحن منها غروره. خد بالك من العلامات دي لأنها بتبان بدري جدا. القذف الغرامي من أول أسبوع، كلام حب مبالغ فيه وعهود بالجواز ونظرات كلها انبهار مصطنع. تحس إنك في فيلم رومانسي، بس هو مش حب، دي خطة علشان يعلقك بسرعة ويسيطر عليك. مفيش تعاطف، تحكي له عن وجعك يقلب الموضوع عليه، تزعل يسخر منك، تتعور يقولك مفيش داعي للدراما. جواه فراغ ومفيش أي إحساس بمعنى أنا حاسس بيك. قواعد مزدوجة، هو مسمح له يغلط، لكن أنت لو عملت نص اللي بيعمله تقوم القيامة. يحاسبك على كل صغيرة، بس هو دايما عنده مبرر لأي حاجة يعملها. التلاعب بالعقل، gaslighting، تواجهه بحاجة غلط يخليك تشك في نفسك، يقولك أنت فاكر غلط، أنا ما قلتش كده. وبعد فترة بتبدأ تصدقه وتفقد ثقتك في إحساسك، في رأيك، في نفسك. النرجسي الحقيقي مش بيدور على حب، بيدور على سيطرة، وعلشان كده هو الأخطر. لما تقابله ما تحاولش تعدله، اهرب. الفرق بين الاتنين بسيط جدا، المؤقت عايز يتشاف، الحقيقي عايز يتحكم. الأول بيتغير لو اتشاف صح، التاني بيتوحش كل ما تديله فرصة. فكر كده، لما بتتخانق مع حد بتحبه، هل في لحظة ندم؟ هل في تعاطف؟ لو إجابتك لأ في أغلب الأوقات، يبقى قدامك إنذار أحمر. ياريت تشاركوني في الكومنتات، هل قابلت قبل كده حد شكيت إن نرجسي؟ وإيه أول حاجة خلتك تحس بكده؟ ولو عندك قصة حقيقية وعايز تحكيها بسرية تامة، ابعت لنا تجربتك كاملة على رسائل صفحة بروفة حياة على فيسبوك أو تيك توك. قصتك ممكن توعي ناس كتير قبل ما يقعوا في نفس الفخ. في كل بروفة كلمة، وفي كل كلمة حياة. دي كانت بروفة حياة، وكل مرة بنتعلم أكتر. خلي بالك من نفسك واستنونا الحلقة الجاية.